السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في قناتي شيماء ابو المجد. هنعمل النهارده الاكله الفسفوريه القمر دي بطريقه سهله جدا وبسيطه. هنعمل السمك البلطي بتتبيله في منتهى الجمال، هتخلي طعم السمك معاكي حلو جدا. وتركايه كمان ان انا هقلي السمك في الميه، وهتشوفوا ازاي بعملها مع شويه الرز الجميل دول. ده رز الصياديه بقى ولا اي حاجه. اول حاجه كده هنجهز تتبيله السمك. معايا 5-6 فصوص توم، قرن شطه احمر بيبقى حراق، وقرن فلفل اخضر. مش حابه الحراق ده مفيش مشكله. ربع كوبايه من عصير الليمون، حوالي 4-5 ليمونات كبار. هحط عليهم بقى معلقه صغيره مليانه من الملح، وهحط عليهم نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه كبيره من الكمون. السمك بيحب الكمون تمام. وهحط كمان معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، برضو السمك بيحب الكزبره جدا، تكتريها هيديكي تست حلو قوي. هحط كمان بقى سر حلو جدا لتتبيله السمك، وهي رشه صغيره من الجنزبيل، حوالي كده ربع معلقه صغيره من الجنزبيل البودر. هضرب كل دول بقى في الكبه كويس جدا. ممكن طبعا تعمليهم في الهون، ممكن في الخلاط، مفيش اي مشكله خالص. بعد كده بقى نشوف السمك ما شاء الله غسلته ونضفته كويس جدا وفي منتهى الجمال. هبدا ان انا اعمل فيه فتحات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الفتحات دي مهمه جدا. بتعمل ايه؟ اول حاجه بتخلي السمك كل التتبيله توصل فيه، وكل السمكه كل حته في السمك حرفيا بتبقى طعمه جدا. وكمان بيسهل جدا ان السمك يستوي ويبقى حلو قوي. السمك ما شاء الله معايا قلبه نظيف وفي منتهى الجمال. خلاص التتبيله بقى ضربتها كويس جدا. هبدا ان انا اضيفها على السمك بالشكل ده، واحشي السمك كويس جدا من جوه، واحشي الفتحات اللي انا عملتها. الخطوه دي مهمه جدا، انك تحشي الفتحات كمان زي ما انتم شايفين كده. شايفين بقى قلب السمك ابيض ونضيف ازاي ما شاء الله. خلاص بقى خلصت كل تتبيل السمك، هغطيه وادخله التلاجة. انا بحب اسيبه ليله كامله، ممكن تسيبيه 3-4 ساعات مفيش مشكله. نعمل بقى الرز معانا كده. معايا شويه من الزيت وحته من السمنه البلدي كده، نزلت عليها ببصله متوسطه متقطعه مكعبات، معلقه من الملح ونص معلقه من الفلفل الاسود. هبدا ان انا اشوح فيهم مع بعض بالشكل ده. وكمان النور كان قطع بقى، بس عادي برضه هنكمل على فلاش الموبايل، مفيش اي مشكله خالص. هنا بقى بشوح فيهم لحد ما البصله معايا لونها يصفر، بس مش اكتر من كده. انا مش بحب اعمل الرز الصياديه بصراحه، الرز ده بالنسبه لي احلى كتير. هحط بقى عليه جزره مبشوره، وبعد كده هشوح فيها تشويحتين بس كده، وهنزل عليها بالرز المصري المغسول والمتصفي كويس جدا، واشوحهم مع بعض كويس. بعد كده بقى هحط عليها السر بتاع الرز اللي انا دايما بحطه، وهي نص معلقه صغيره من السكر. دي حلوه جدا، بتعلي التست معاكي وبتنقل الرز في مكان تاني خالص. معايا طبعا ميه مغليه غلي كويس جدا. هبدا ان انا اضيفها على الرز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، فوق الرز بعقله واحده من الصباع. هسيبها على النار متوسطه لحد ما يتشرب. بعد كده ههدي النار شمع لحد ما يستوي معانا تماما. وطبعا ظبطت الملح بتاعه وخلاص كده. نعمل بقى سلطه الطحينه. معايا هنا شويه من الطحينه الخام، عليهم شويه من الزيت، رشه من الملح، ورشه من الفلفل الاسود، رشه كمان من الكمون، ورشه من الشطه ممكن تستغني عنها مفيش مشكله. هحط كمان حاجه تعلي التست جدا، وهي رشه من الثوم والبصل البودر، وعصره نص ليمونه. وهضيف بقى شويه من الميه، وطبعا السمك بتاعها او القوام بتاعها حسب ما انت حابه. حابه بقى تقيله خفيفه، اتحكمي فيها زي ما انت حابه مفيش مشكله خالص. هتقلبيهم مع بعض وخلاص تبقى جاهزه معاكي. الميه بتاعه الطحينه ممكن تكون مغليه، ممكن تكون من الحنفيه، مش تفرق خالص. ده الدقيق بقى اللي هنقلي بيه السمك. الدقيق ده عليه شويه من التوابل، ملح وفلفل اسود وكمون وشطه، وكمان شويه من الثوم والبصل البودر، شويه من الكركم، وشويه من الكاري، وشويه من البابريكا. هبدا بقى ان انا احط السمكه كده، وابدا ان انا اغطيها بالدقيق كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تضغطي عليها كده وخلاص كده انت خلصتي واحده. هعمل بقى التانية، ونبدا ان احنا نقليه بالميه. هتشوفوا ازاي دلوقتي حالا. اهم حاجه بس تضغطي على السمكه بالشكل ده عشان الكفر معاكي يبقى متماسك. بعد كده بقى معايا هنا الطبق اللي كان فيه التتبيله، زودت شويه من الميه من الحنفيه عادي جدا. هحط فيها السمكه وانزل بيها على طول في زيت سخن، لازم يكون سخن جدا. مش هقلب في السمك خالص غير مره واحده بس، عشان ما يتهريش معاكي، وعشان كمان يبقى مستوي كويس جدا. انت بس من وقت للتاني كده بتحاولي انك تشوفيها لون اخدت لون ولا لا، مش اكتر من كده. هياخد منك حوالي 5-6 دقايق وبس، هيبقى السمك مستوي معاكي وفي منتهى الجمال. هتطلعيه بقى ومع شويه الرز الجميل اللي احنا عملناهم مع بعض. عايزه اقول لكم مفلفل وحلو جدا، والجزر مدينه تسكيره حلوه قوي وفي منتهى الجمال. سلطه الطحينه كمان حلوه جدا، والسمك اللهم بارك مستوي وطعمه حلو جدا. جربوه بالطريقه دي صدقوني هيعجبكم جدا. لو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. حته سمكه بقى مع شويه الطحينه وشويه الرز، وكمان شويه سلطه خضراء كده، بجد في منتهى الجمال، ينزل القلب على طول. جربوها هتعجبكم. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.